السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده اتأخر شوية يا جماعة، معلش أنا آسف. بس أنا لا هتكلم في مكسب الزمالك ولا في تعادل الأهلي ولا في غلطات تحكيمية ولا في أي حاجة. أنا هتكلم في الأول في حاجة أهم من كل ده، وبعد كده هبقى أتكلم في قصة بقى الماتشين والكلام ده كله. واللي بيحصل مع بزيرة ده يا جماعة، ده أولا في الكورة، أنا كراجل كنت لعيب كورة، ده ظلم تحكيمي، ظلم بجد من المنظومة كلها. لما أنا يبقى عندي لعيب، بغض النظر بقى عن هو محترف حريف، لعيب بيتعمد الخشونة معاه والضرب بقاله 4-5 مطوشة من يوم ماتش الأهلي، ومفيش حكم بيطلع إنذار للعيب بيحترم معاه وبيشتبك معاه. احنا مش بنتكلم ونطلب للراجل حماية خاصة ولا بودي جارد في الملعب، لا، اديله حقه يا عم. لعيب اتضرب مرة واتنين، ادي لعيب إنذار، هدده. ما هو الإنذار ده ليه؟ عشان بيقول له انت بتعمل غلط، صح؟ اهي وصلت للراجل اتصاب، ماشي، لعيب كرة وبيتصاب، بس السبب ايه؟ ايه السبب في الاصابة؟ ان الحكم ماتش واثنين وثلاثة واربعة، ماشي، اللعيب ما بيحميش اللعيب. ليه؟ ده حتى الكرة اللي اتصاب فيها اتحسبت عليه فاول. يعني بصوا للكوميديا الساخرة، الكوميديا السوداء، اللعيب بيتضرب وبيتحسب عليه فاول، بيتصاب وبيتحسب عليه فاول. مش مثلا اللعيب التاني اخد انذار ولا اتطرد خشونة متعمدة مرة واثنين وثلاثة واربعة، لا عادي. طب هو ده يا جماعه اللي بنتكلم فيه. خلونا بقى نحس ان احنا بني ادمين شويه، خلونا نحس بالعداله. يعني هو في ايه يا جدعان؟ ليه كده؟ ليه كل حاجه تمت للزمالك بصله فيها تعنت، فيها صعوبه، ونقعد نطلب بحقنا، والناس من الناحيه التانيه اللي يقول لك انتوا حقكم ده نظريه مؤامره ومظلوميه قرفنا والله العظيم، اقسم بالله. فعلا رحمه الله على الجوهري قال لك اعطي للزمالك العداله التحكيميه ودع باقي الفرق تتنافس على المركز الثاني. لعيب كوره ايا كان، حسين الشحات، امام عاشور، عمر جابر، اي حد، لعيب الناس بتعمد ايذائه عشان هو حريف. طب ما انا اتعامل بالحق بالقوانين اللي انا المفروض بشتغل بيها. مره التانية انت كده بتاخد انذار، المره التالتة بتتضرب. يا ما لعيب الكوره حريفه، لعيبه بتطرد بسببهم. يعني احنا لما صلاح، ربنا يا رب يحفظه، راموس تعمد اصابته، العالم كله قلب على راموس. لا ده في كان ناس بتتباهى بالعنف اللي كان بيعمله كوكا مع بزيرة في ماتش الاهلي والزمالك. يقول لك حطه في الشراب وحطه في الشنكر، الراجل مصارع بيلعب مصارعه، ولا حكم اداله انذار ولا والناس بتتباهى بكده. بكره هيحصل فيك كده زي ما احنا قلنا كده من اول الموسم، انتوا ظلمه، انتوا هيحصل فيكم اهو النادي الاهلي اسوأ موسم في حياته. عمري ما شفت بدايه للنادي الاهلي في دوري بالمنظر المعفن ده. ليه؟ عشان من الاول ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحق ما بيرضاش بالظلم. اللي حصل من الاول مش مظبوط، وما بني على باطل هو باطل. وقلنا الكلام ده في فيديو واثنين وثلاثه من 3-4 شهور، من اول ما كان بيتجهز للموسم، من وقت الصفقات، وقلنا اوضه اللبس والعه واللي بيحصل واللي بيخ، ومحدش صدق اللي بيحصل ده. برضو اكتر ناس هتعاني منه النادي الاهلي بعد كده، وكل الفرق اللي بتأيد الكلام ده، وكل اللعيبه المؤذيه اللي بتعمل الكلام ده، لان في الاول وفي الاخر حاجه اسمها ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا بنتكلم في رياضه، يعني حاجه متعه وترفيهيه. انا مش عايز اقول ان انا بدي الموضوع اكتر من حقه، لكن الحق حبيب الرحمن. اصابه الراجل ده في رقبه لجنه الحكام، في رقبه الحكام الظلمه اللي ما بيتقوش ربنا سبحانه وتعالى. دي حاجه. اما بقى بخصوص الماتشين، دي حاجه تانية خالص، فاهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده. شكرا لاحمد عبد الرؤوف، شكرا لفريق الزمالك على الاداء ده، وده الطبيعي المفروض اللي كنتوا بادئين بيه الموسم. بعد كده تعادل النادي الاهلي، برضه انا مش هتطرق للحاجات دي كتير. تعادل النادي الاهلي طبيعي ومنطقي، فرقه فيها تفاوت وظلم، لعيبه الكوره دول بني ادمين حاسين بالظلم، وكل واحد فيهم عايز يقول ان انا احسن وانا اقوى وانا كنت بكسب قبل ما الناس دي تيجي. والناس اللي جت دي عايزه تثبت ان هم يستاهلوا الكلام ده. مفيش تركيز في الفرقه، مفيش جماعيه، لازم يحصل معاهم كده، لازم يحصل معاهم، ولسه هيحصل معاهم اكتر من كده. وبداوا دلوقتي يقولوا الكلام كانوا بيقولوا انتوا بتحقدوا وبتغلوا، وزيزو الحراق وامام الفراق وعبده محمود الانبوح ولا اي كلام. اهو بيعانوا منه دلوقتي، ولسه اللي جاي ان شاء الله اوحش بالنسبه لهم باذن الله، واللي جاي بالنسبه لنا احنا احلى باذن الله. وهفكركم والايام ما بيننا. يلا، وربنا ان شاء الله ينصرنا في كاس السوبر، وفي فيديو قريب قوي عن كاس السوبر توتال، تحليل وتفصيل باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.